السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد الكواليني، هكون معاكم في برنامج إنستا أندلس على راديو SBS. وبما إن اسم البرنامج إنستا أندلس، فأكيد فكرة البرنامج هتكون إننا هنجيب في كل حلقة صورة عن الأندلس ونتكلم عليها شوية. طب في ناس عاوزة تعرف إيه هي الأندلس؟ الأندلس كانت أرض عاش فيها المسلمين وحكموها 800 سنة متواصلة، 8 قرون إسلامية غيرت وجه العالم من الحضارة والتاريخ والعلم. البلاد دي حاليا بيطلق عليها أسبانيا والبرتغال، وأكتر حاجة معروفة فيها دلوقتي أكيد فرق الكورة، ريال مدريد وبرشلونة، كريستيانو رونالدو وليو ميسي. لكن احنا ما نتخيلش ان في يوم من الايام كانت البلاد دي محكومة بحكم عربي اسلامي، وحكام مسلمين وعرب عاشوا فيها اكتر من 800 سنة وحاربوا فيها حروب عظيمة، وكانت ليهم فيها ثورات وجولات. وكان فيها فتوحات مشهورة. هنتكلم عن كل الحاجات دي بالإضافة إلى معالم البلد نفسها، المدن وجمالها، فن العمارة، الشعر والأدب، الحضارة والعلوم، حواضر الأندلس، مسجد قرطبة. كل ده هنتكلم عنه في برنامج إنستا أندلس على راديو SBS.